السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. ربنا يا رب يخليكوا ليا يا رب وما يحرمنيش منكم أبدا، ويخلينا مع بعض على طول، وربنا ما يحرمني منكم أبدا أبدا يا رب. بصوا كده بقى ايه، أنا بعمل معاكم كشري. طبعا دي تاني مرة أعمله معاكم من يوم ما فتحت القناة. دي تاني مرة. ماشي. لانه هو طلب مني وفي حد قال لي من متابعيني انا عايزك معلش تعملي الكشري وتوريه لنا والكلام دوت. فقلت انا عاملاها على القناه يعني قعدوا يقولوا احنا ما يعني دورنا عليه والكلام ده كله. بس انا بما اني هعمله في البيت بصراحه قلت طب ايه اصوره لكم. انا ما كنتش هصوره عشان انا مصوراه قبل كده، بس قلت اصوره لكم وانزله لكم من اول وجديد. تمام. كده انا عملت ايه بقى، جايبه كيلو بصل مخرطاحه الآن، يعني دوريات كده. و... وعملت ايه بقى، حطيت كده حلة دي على البوتاجاز، حطيت في قلبيها بتاع 3/4 ازاز الزيت. ليه بقى 3/4 ازاز الزيت؟ لما باخد الزيت ده بعدها بعمل بيه الكشري، بيبقى فيه طعم البصل وبيبقى طعمه حلو وريحته حلوة، فبعمل بيه الكشري. احنا دلوقتي هتشوفوا معايا انا هعمل بيه ايه. بعمل ايه انا كده، هحط بقى البصل، بحط الزيت على البوتاجاز وبسيبه لما يسخن قوي. لازم الزيت يسخن قوي وارجع احط له البصل. انا كده على الحوض غسلت العدس، غسلته مرة واتنين وتلاتة زي ما شفتوني، وحطيته على البوتاجاز. تمام. كده بقى انا ايه، الزيت سخن قوي وقدح جامد، فحطيت الايه، حطيت البصل. ليه بعمل البصل اول حاجه زي ما قلت لكم؟ عشان اخد الزيت اعمل بيه بقيه الكشري. هتشوفوا دلوقتي، لان الكشري بيختلف فعلا لما بتعملوه بالزيت بتاع البصل. انا كده كنت حبيبه بعتها جراح، جابت لي شطه، جابت لي كمون، وجابت لي كيس ملح. فكده هفضيهم معاكم. انا كده بفضي الشطه، وجابت لي فلفل اسود، جابت لي شطه وكمون وفلفل اسود وكيس ملح. انا كده ايه، بغيب واقلبه عشان البصل بتاع الكشري يا جماعة، عشان ما شاء الله بيبقى كتير، ممكن يحمر من تحت، ولو الواحد سيهي عنه تبص تلاقيه يتحرق من تحت وشايفينه ابيض من فوق. محدش شايف الا ان كنتوا تتفاجئوا بقى بالريحة بقى. فعلى ايه، انا بغيب واروح رايحة زي ما شفتوني كده، اروح واروح جايبة اللي تحت فوق. فاهمني؟ بقلب بحاجه كبيره مش بحاجه صغيره، عشان ما اقعدش ايه، الحاجه الصغيره تخليني اقعد اقلب كذا، يعني افضل احطها كتير واقلب 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 كده. لا، انا كده بروح ايه، الحاجه الكبيره بتروح غارفه جايبه اللي تحت مطلعاه فوق، مره والتانية التالتة 3 مرات كده بيها، وخلاص كده ده اتقلب. فاهمني؟ كده فضيت الحاجه اهو، وهفتح كيس الملح افضيه برضو اهو كده. بصوا بقى انا بعمل ايه، انا الكشري عشان ما شاء الله في ناس بتعمله على بعضه، انا ما بحبش اعمله على بعضه. جربته مرة وحرمت. في ناس بتعمل الرز على عدسة على البصل، على مش معرفش ازاي. انا عملته قبل كده ومش حلو ازاي على بعضه، والمكرونة بتنزل نشا وبتخلي ده كله يتعجن. فانا بستغرب، ويقول لك يبقى جميل. طب جميل ازاي؟ انا جربته وكان استغفر الله العظيم مش نافع بالمره معايا. فمن يوميها حرمته وعملته بالطريقه بتاعتي اللي انتوا ايه، هتشوفوني بيها دي دلوقتي. كده انا ايه، عملت، حطيت العدس على عين والبصل على عين، وهحط ميه للمكرونه على عين. فاهمني؟ او كده انا متابعه البصله ومتابعه العدس، وحطيت حله الميه على البوتاجاز عشان احط ايه، احط تسلق لي المكرونه. احضر بقى المكرونه بقى اهو. بصوا، احطها جنبي عشان تبقى قريبه عليا اول ما الميه ما تتسلق. كده احط شويه مكرونه. بصوا يا جماعه، انا حبيبه يعني ايه، يتيمه هي واحمد. ففي جامع انا مقدمه فيه يعني الايتام وكده، كانت واحده صاحبتي قالت لي عليه، رحت قدمت فيه. فجم بقى ايه، بمناسبه شهر رجب، راحوا مدينا كيلو اللحمه اللي كنت طبخته، اللي كانت حابه تتكلم فيه في اللايف دوت. واحده بتسالها بتقول لها انتوا بتجيبوا لحمه ولا لا؟ قالت لها اه، احنا اخر مره كلتي لحمه امتى؟ اه. بتقول لها اخر مره كلتي لحمه امتى؟ بتقول لها من قيمه 4 ايام. جبتوا اللحمه منين؟ قالت لها اخويا اللي جابها. حبيبه اتكسفت تقول لها ان هي جايه لنا من المكان ده يعني.
بس دي الحقيقة بصراحة، أنا مش هكدب. فطبعا بمناسبة شهر رجب راحوا مدينا مكرونة، كيس مكرونة كبير، وراحوا مدينا كيلو لحمة. فاهمني؟ فالمهم جت طبعا الأستاذة حبيبة، راحت بتقول لها أخويا اللي جايبه لنا طبعا. اتضايقت من السؤال واتحرجت. فقعدت اضحك عليها، أنا كنت قاعده جنبها جنبها وهي فاتحه اللايف مكاني. قعدت اضحك عليها. بس المهم كده انا عملت ايه بقى؟ انا كده مع البصله والعدس على البوتاجاز زي ما انتم شايفينه، والميه على البوتاجاز بتاعه المكرونه. غسلت القوطه وحضرت شفشق قوطه جنبي. عشان كده ايه، انا هبتدي افصص توم كمان. عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل الصلصه. عشان انجز، لان الكشري بياخد وقت طويل وبياخد دبكة كبيرة. انا بستخدم العيون تقريبا كلها عشان انجز في الوقت واخلص بسرعة. بصوا كده، انا ايه، اخدت حبة مكرونة في الحلة اللي كنت ماسكاها في ايدي. هدي الخلاط لحبيبة تفرم لي القوطة في الأوضة. عشان انا عندي الغسالة شغالة، مفيش غير فيشة واحدة ومشغلة عليه الغسالة. لو الغسالة طفتها هتبتدي من اول وجديد غسيل، يعني الدورة من اول وجديد. لا، انا على ايه، رحت مديهم لحبيبة تفرمهم لي في الأوضة. هحضر شفشق قوطة جنبي مفروم. هبتدي كده افصص بقى الايه، هفصص التوم للصلصة. انا كان عندي كام فص توم متفصصين كانوا زيادة في التلاجة. حطيتهم في الهون وهكمل عليهم. يعني انا بفصص قد ايه الشفشقين القطن، مفصصه لهم راس توم بحالها، راس توم كبيرة. ماشي. قشرتها وحطيت لها حبة كزبرة ناشفة. كده حبيبة ادتني القوطة اهي. حطيت لها حبة كزبرة ناشفة ودقيتها بيهم. بس كده اهوت. كده انا حاطه زي ما انتوا شايفين كل حاجة على عينه، خليكم مركزين معايا. بصوا انتوا عارفين كده طبعا فصصت ان الثوم. الكشري، انا مش عارفه في ايه. في ناس ممكن تبقى فاكره ان الكشري يعني دي مكرونه ورز وبتاع، مش لا طبعا مكلف. اللي بيجيب الكشري ويعمله في البيت عارف ان هو مكلف. يعني انا عشان اعمل حبه كشري زي دول، ياخدوا ازازه زيت. ازازه الزيت لوحدها ب70 جنيه. ياخدوا ازازه زيت. بصوا كده بحط ايه على البتاع، بس عشان مفوتكمش وتركزوا معايا. انا حطيت حبه كزبره على الثوم. تمام. ده التوم ده بتاع ايه، بتاع الصلصة. انا كده حضرت التوم وحضرت شفشق قوطة للصلصة. تمام. العين اللي هتفضى بقى كده اروح ايه، حاطة مكانها الصلصة. كده انا بدق التوم وبحضره وبركنه جنب الشفشق القوطة. فاهمني؟ بس كده طبعا الزيت اللي انا حطيته كنت فاكره 3/4 الازازه هيكفي الكشري، بس لا مش هيكفي. يا دوب الزيت اللي موجود. مش يعني هيعمل حاجات تانية في الكشري، بس ده ايه، اضطر اعمل الصلصه من الزيت اللي في قلب الازازه، مش من الزيت بتاع البصل. بصوا كده انا بحضر اهو. بكسر كده المكرونه الاسباجيتي، هما 2 بس. كده انا حاطه حبه مكرونه. المكرونه اللي في الحله دي ايه، مكرونه تحمير يا جماعه، عارفين المكرونه التحمير؟ بس طبعا مكرونه من الحلوه اللي هي الصفرا زي الدهب دي، شكلها يعني حلوه. مش اللي هي بتقعد تنزل نشا وعجينتها تخينه وغامقه، لا دي اللي لونها ذهبي جميله كده. اهي دي خدت مقدار قد ايه، زي بتاع كيلو كده. بتاع كيلو. بس انا مش هحطه كله. انا كده حطيت، انا بصفي على فكرة كده البصلة في قلب المصفى. حاطة الزيت، حاطة طبق ألمونيا تحت المصفى. ودلقت البصلة في قلب المصفى. تصفي بقى الزيت فين؟ تحت. في الطبق اللي تحت. حطيت في نفس الحلة اللي كان في قلبها البصلة، حطيت حبة زيت واعمل في قلبها الصلصة. هاخد التوم احطه في قلب الايه، ينزل بيه فين؟ في قلب الزيت. هحمره. كده انا بقى ايه، عملت البصلة. وكده بعمل مكان البصلة، بعمل الايه، بعمل القوطة اللي هي الصلصة بتاعت الكشري. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بصوا كده حمرت التومة. أنا مش بغمق التومة على فكرة يا جماعة، ولا بسيبها فاتحة. بصوا كده أنا حطيت المكرونة، سبتها لمدة دقيقتين أو 3 دقايق بتغلي مكرونة الاسباجيتي، ورجعت نزلت بالمكرونة التانية. بس كده. انا عندي عيالي بيحبوا المكرونه الاسباجيتي ازيد من المكرونه رفيعه شويه، اللي هي المكرونه الصغيره دي. ده كده اول شفشه. انا هفرم شفشه قوطه تاني. بس كده. انا حطيت ايه بقى للمكرونه؟ حطيت معلقه ملح كبيره مهرمه باللي احنا بناكل بيها، وحطيت حبه زيت للمكرونه في السليق، في الميه بتاعتها.
انا مش عارفه كده حطيت ولا لسه هحط. بص كده، ده كده الزيت اهو، الزيت اللي نزل من البصله، الزيت اللي نزل من البصله كده. انا ببص على العدس اهو، استوى ولا لا العدس يا جماعه. انا مش بسويه للدرجه ان هو مجرد ما تيجي تاخد دي منه معلقه عدس تلاقيه اتكسر واتطحن. لا، انا بسوي العدس يبقى عامل زي الحمص، الحمص مستوي بس مش تيجي تاخدي منه حبة يتفرم في ايدك او يدعك في ايديك يبقى مستوي زيادة عن اللزوم. لا، يبقى مستوي ومفلفل، مستوي ومفلفل. كده بقى ايه، انا بحضر للدقة. في 3 فصوص توم في قلب الهون، حطيت معاهم اللهم صل على النبي حبة كمون، حطيت معاهم حبة كزبرة ناعمة من قعر البطرمان من تحت، بتبقى الكزبرة الناعمة دايما ساقطة في قعر البطرمان، يعني انا حتى يعني حطيت حبة كده صغيرين خالص، وحطيت حبة توم بودر وحبة ملح. كل دوت حبة قد ايه، انا عندي بقى ايه ليمونتين مفيش الا هما، فمضطرة اعمل حبة ده على قديهم لان حبيبة نزلت كذا مرة. كده انا ايدي في المكرونة اهي، والصلصة قدامي متابعاها. كده اهوت المكرونة استوت، اصفيها. اكحت بقى الصلصة المكرونة قصدي اللي لازقة في قلب قعر الحلة اهي، واروح دلقاها في قلب الحوض، احط عليها شوية مية ساقعة. مش هبرد المكرونة للآخر، لأ، وهشيل المصفة المكرونة احطها على حلة المكرونة واسيبها بقى ايه تصفي اللي فيها، لان عندي المصفى برجول 3 رجول، في واحدة مكسورة، رجل واحدة مكسورة فبتميل. فكده لو حطيتها في الحوض وكده المية اللي هتنزل من المكرونة تبقى لاحقة المكرونة برضو، فهشيلها احطها فوق الايه، فوق الحلة بتاعتها. كده خلاص، كده هحطهم فوق بعضيهم واحطهم على المطبخ. كده انا بدلق ميه على المكرونه عشان ايه ببردها شويه. حطيت الحله تصفى وسبت المكرونه تتصفى شويه. كده بقى انا نقلت ايه حله الصلصه تشتغل مع نفسها كده اهو، ايه تبخر الميه اللي في قلبيها على العين اللي جوه. اما العين اللي بره بقى خليتها كده ايه لاستخدام حاجه تانية. هعمل دلوقتي ايه، هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. سبت دي كده تتصفى مع نفسها قبل ما افلفلها دلوقتي بزيت. اشيل بقى دوت عشان بروق حواليا، عشان ايه دبكة الكشري بتبقى كتيرة شوية اهو. كده اهوت، كده انا سويت انا بعمل ايه اللي بيخلص بشيله من على البوتاجاز يا جماعة احطه على المطبخ. انتوا عارفين طبعا ان الكشري بيبقى حاجاته كتيرة. كده انا جبت حلة اهي، اللهم صل على النبي. هعمل الشطة، هاخد حبة زيت زي ما انتوا شايفين كده على معلقة شطة كبيرة، احطها على البوتاجاز. معلقة شطة كبيرة. انا كنت قادره اكتر في الشطه اكتر من كده، اعمل كميه اكتر، بس طبعا حبيبه مش هترحم الشطه وبتاكل شطه كتير قوي، وبترجع تقول لي جنب وجعني يا امي مش عارفه ايه الكلام ده كله. فلا، انا كده حطيت حبه ملح للصلصه، حبه فلفل اسود، نص معلقه فلفل اسود، او بصوا معلقه يعني ممسوحه، معلقه شاي ممسوحه، معلقه شاي مليانه ملح. حطيت اللهم صل على النبي مكعبين مرقه، او مكعب مرقه، لا كده مكعبين. حطيت ايه، كمون، وقلبتها كده عشان الحاجة دي تبقى عايمة على وش الصلصة، فقلبتها التوابل كلها في بعضها. اللهم صل على النبي. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. بصوا كده اهو، كده اهوت انا حمرت الشطة. هحط عليها بقى، طبعا كده انا حطيت التوابل وكله توابل الصلصة بتاعت الكشري. هاخد منها بقى ايه كده 4 معالق 5 معالق شطة صلصة على الشطة. بس اسيبها بقى ايه تغلي مع نفسها. انا لما اروح اجيب ايه 4 قطيات ناشفين جدا، يكون قوطه ناشفه قوي. تمام. كنت مطلعه كيس القوطه، فاكرين انتوا لما جبت القوطه اللي هخزنها اللي هو قفص القوطه ده، مش قلت لكم القوطه الناشفه قوي المصفره سنه ديت ما تنفعش للصلصه، حطيتها في التلاجة نسحب منها اهو لحاجه زي كده.
طلعت بقى ايه كام قطايه اهوت، غسلتهم حطيتهم في طبق. هبتدي اقطعهم مكعبات واحطهم على الشطه، واسيب الشطه تغلي بقى لمده دقيقتين، تبخر الميه اللي نزلت من القوطه المكعبات، عشان ما تبقاش تحسوا ان الشطه نيه. طبعا انا لو عندي ليمون زياده انا كنت هحط عليها ليمونه، يعني بحط على الشطه ليمون اهو كده. اقطع بقى الاربع قطيات دول ناشفين جدا بقى. ليه بقى بقطع قطه ناشفه قوي؟ عشان تتحمل غليان الغليان اللي انا هسيبها فيه على البوتاجاز، وتفضل واحده بوحديتها زي ما هي. فاللي ياخد شطه على الكشري يبقى ايه فيها قطه مكعبات، بتبقى احلى، شكلها حلو، وبتبقى برضو واخده من الشطه. كده كده بقى انا خلصت المكرونه، وهي الصلصه خلاص ايه هتنزل اهي، والشطه اتعملت والعدس اتعمل. انا كده بحب ايه ما اقعدش ايه استنى الحاجه تستوي عشان ابقى اعمل حاجه تانية، لا، انا بقف على البوتاجاز اخلص كله مع بعضه مره واحده، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا كده اهي الصلصه كده استوت، هنزلها بقى. دي كده هعمل ايه؟ هدلق الميه اللي اتصفت من المكرونه اهو كده، بصفي الحله كويس عشان متبقاش المكرونه فيها ميه. كده بقى هدلق المكرونه في قلب الحله، اردها تاني في الحله عشان احط لها حبه زيت من بتاع البصل. ليه بقى اشمعنى؟ يعني دي بتخلي ريحة المكرونة يختلف 180 درجة على فكرة، وطعمها يختلف. بصوا بتخليها اولا مفلفلة، بتخلي ريحتها بصل وطعمها بصل. يعني انتوا لو كلتوا منها كده، طبعا انتوا حاطين ملح في المكرونة وهي بتتسلق، فاهميني؟ طبعا يبقى ريحتها بصل وطعمها بصل. وطبعا انت وانت بتسويها بتسلقيها حاطه لها ملح، طعمها ممكن تاكليها بيضة، يعني ممكن تاكليها كمان كده من غير صلصة. كده بقى انا بطلع حلة، احطها على البوتاجاز. هحضر بقى الايه؟ هحضر للرز. خلاص كده انا عملت الصلصة، وعملت المكرونة، وعملت الشطة، وعملت البصل، وعملت العدس. ما شاء الله حاجته كتير. بصوا كده اهو. نجيب بقى الشعرية، احط بقية الزيت بتاع البصل، هم حبة صغيرين، هكمل بالازازة. بصوا الازازة فضيت، حبيبة جت. كده اكمل بقى إيه؟ بحط الشعرية اهو. انا بعمل ايه يا جماعة؟ نص رز عليه نص شعرية، نص رز عليه نص شعرية. بصوا بقى إيه ليه نص رز عليه نص شعرية؟ لان عندي اللهم صل على النبي الرز بتاع الكشري غير الرز بتاع الطبيخ. في ايه بقى غيره؟ لان رز الكشري بيبقى بتكتري في الشعريه شويه، بتفلفله وبتغمق، بتدي غمقان شويه، عشان ما يبقاش تخلي الرز غامق، ما يبقاش الرز مبيض والمكرونه مبيضه، ومش ما تبقاش الدنيا دي كلها كده. انا عايزاه ايه؟ يدي غمقان شويه للكشري. فبحمر الشعريه بغمقها شو، بس مش بحرقها، بغمقها عن الرز بتاع الطبيخ. يعني ممكن بتاعة الطبيخ تخلوها ايه ذهبي، لا انا بغمقها سنة. فاهمني؟ كده غسلت الرز، هنزل بيه بقى كده، احط له بقى ايه مكعب مرق الدجاج، وحبة كمون، وحبة ملح، واستمر في التقليب. كده انا خلصت الكشري تقريبا. هعمل بقى دلوقتي الدقة. في ايه يا حبيبة؟ في ايه يا حبيبة؟ بص كده حطيت اهو حبة كمون، حبة واحدة مرق الدجاج اهي. عايزه اقول لكم مرقه الدجاج الصلصه، ومرقه الدجاج اللي انا حطيتها في الرز بتخليه يختلف 180 درجه بجد، طعمه بيبقى جامد.
والتركه بتاعت الزيت بتخلي ايه يا حبيبه، بتخلي البصل، الزيت بتاع البصل برضو بيخلي الدنيا بتختلف برضو. بصوا كده اهو. انا كده خلاص خلصت الرز. خلاص كده كملته. اهو كده تمام. غطيه بقى. ابتدي اعمل بقى ايه معاكم؟ الدقة. طبعا انا هتعامل على قد الليمونتين اللي عندي، حتى قلت لحبيبه هعمل الدقه لينا احنا يعني لاكل النهارده وبكره، ولو فات كشري بكره باذن الله اكيد هيفيض. لان انا طبعا انا مش بعمل الكشري بقى بكتر في الكشري عشان في حد بيحب ياكل من ايدي الكشري، فبيبقى موصيني لما اعمل كشري يعني ابعت له كده. فاهمني؟ طبعا انا كده عملته ليه حطيت اليد لون في قلب البطرمان عشان مليانه، لازق فيها توم كتير. تمام. انتوا كده عرفتوا انا كده حاطه قد ايه ميه يا جماعه؟ مثلا معدل، شفتوا الكبشه المغرفه يعني الكبشه قد نصها قد تلات ارباعها ميه، وقد ملوها خل في قلب البتاع. حطيت ايه في القون مع التوم؟ حطيت ملح وكمون ندعه كزبره صغيره خالص ناعمه جدا من قعر البطرمان. وحطيت حطيت ايه، اللهم صل على النبي، ايوه حطيت كمون وحطيت كزبره وحطيت ملح وتوم باودر. تمام. اهو كده اهو. طبعا هحط حبة كمون تاني، حسيت ان الدقة عايزة توم تاني كمون تاني قصدي، هحط كمون. ودقيت زي 4 فصوص توم ناعمين جدا، نعمتهم قوي قوي. يعني التوابل دي انا حطيتها عليه، حطيتها على اللهم صل على النبي، حطيتها على التوم في قلب الهون عشان اقدر اتحكم في قلب البتاع ده واعمله وانعمه. انعم اهو كده اهو اتخلصت. هعمل معاكم بقى طبق دلوقتي، بس لو ان انا اوريه لكم، انما انا بالنسبه لي انا بصراحه كده، انا على فكره بلاحظ ان لما بحط الرز في قعر الطبق على فكره يا جماعه، بيجي اللي بيقلب ما بعرفش يجيب الرز من تحت. انا برجح ان الرز يبقى فوق المكرونه احسن. واشوفكم على خير يا جماعه، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا لي زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب اكون عرفت اعمل لكم حاجه مفيده، يا رب اكون عملت حاجه تبسطكم. واشوفكم على خير، وباي باي. واشوفكم على خير، مع السلامه.